مشكلة بروز المؤخرة اللي بتواجه معظم الشباب بيبقوا فاكرين بسبب كبر حجمها، لكن في الحقيقة ده بسبب عدم اتزان عضلات الحوض، ودي مشكلة اسمها anterior pelvic tilt. طيب ايه هو الانتيريور pelvic tilt وايه اهم اسبابه؟ عدم التمرين والجلوس الخطأ لفترات طويلة اللي بيخلي الحوض يلف للأمام، فبيحصل للمؤخرة بروز وتترفع للمنظر ده نتيجة شد في عضلات الحوض الأمامية وعضلات الظهر، والعضلات المعاكسة ليها اللي هي عضلة المؤخرة وعضلة البطن بيبقى فيهم ضعف. وانت عشان ترجع الحوض بتاعك في مكانه الطبيعي فانت لازم تقوي عضلات البطن وعضلات المؤخرة اللي عاملين زي الحبلين، فمجرد لما تشدهم بالمنظر ده الحوض هيتشد ويرجع في مكانه الطبيعي. عشان نقوي العضلات دي هنعمل شوية تمارين، أهمهم تمرين رقم 1 هو الابدومينال بريسنج، وده أنا بشفط بطني وبقلب وسط لورا كأني بضغط بظهري على الأرض. وتمرين الهاف نيلينج هيب فليكسور ستريتش، وهنا هتحس بالعضله دي فيها ستريتش قوي جدا، وهنا هتثبت لمده 30 ثانيه وهتبدل الرجل الثانيه وهتثبت برضه 30 ثانيه وهتحس بنفس الاستريتش. التمرين التاني هو تمرين البريدجنج، وده أنا بشفط بطني وبرفع الوسط لفوق وأشد عضلات المؤخرة. وما تنساش تعمل لايك واعمل لينا فولو عشان تستفيد.